غمضوا عينيكوا واسمعوني. تخيلوا كائن صغير واقف على شباك بيتكم أو تحت باب عمارتكم. هو صايم، بس مش صايم رمضان. هو مش عارف يعني ايه رمضان، ومش عارف يعني ايه انه في وقت معين مفروض ياكل، لكن هو مستني لقمة، حد يطبطب عليه، حد يديله أكل عشان يفطر، لأنه مش عارف امتى الأكلة الجاية اللي هياكلها. مستني نظرة عطف أو طبطبة. تخيلوا بقى فرحته لما يلاقي بني آدم بيعطف عليه وبيديله لقمة أو حتى عيش ناشف. كفاية إنه يحس إن في حد حاسس بضعفه وبيحن عليه. افتحوا عينيكم لما تبقوا جاهزين. رمضان مش بس صلاة وصوم، رمضان كمان بيجي عشان يعلمنا الرحمة، علشان يخلينا نحس باللي أضعف منا. قطة جعانة أو عصفورة عطشانة، أي حاجة تخليه يقدر يكمل يومه، يقدر يعيش. تخيلوا بقى كمية الفرحة اللي هتخش على قلبه، واللي على فكرة هتخش على قلوبكم انتوا كمان. الرحمة لما بتتشارك بتكبر مش بتصغر. خلونا نعمل سفرة برا البيت للكلاب والقطط والعصافير. ساعات كتير قوي بنرمي أكل كتير قوي في الزبالة، فليه بدل ما ياكلوه من الزبالة ما نحطه لهم؟ ربنا برضو أوصانا إن احنا نكرم الغير حتى لو كان حيوان، وليه لأ؟